مساكم الله بالخير. تجربتي في فندق منزل صراحة لين الحين يعني مبيضينها تماما، تجربة رائعة. ابتداء من الاستقبال أحمد ما قصر. الحين أنا إن شاء الله بروح أجرب فطور الفندق اللي هو انكلودد مع الغرفة، وزي ما قلت لكم ترى الفندق يتميز بقربه الشديد من دبي مول، وكمان بأسعاره الجميلة وخدماته الحلوة. الحين أنا في طريقي. Yes. From 6:30 Okay. till 11. All right. So this is the fruit bar. It's called the morning booth. عندهم مثل طريقة فيزا. هذه العصيرات نقدر نطلبها من المنيو، وهذه كمان الأطباق الحارة نطلبها من المنيو. أما باقي الأشياء ممكن ناخذها من البوفيه. هذا هو بوفيهم، بوفيه الفطور. هنا العصاير والكورن فليكس والفواكه. هنا قسم في حاطين فيه زي السلطات الخفيفة، الحمص واللبنة. الحين بروح قسم ثاني أشوف. وزي ما قلت لكم الأطباق الساخنة بالطلب بالأوردر. من المنيو. I came out from car until my الفطور موجود في نفس المطعم اللي كان فيه الغداء أمس. وهنا برضو الجهة المعاكسة اللي للفواكه هذه شكشوكتهم، كأنها مطمطمة بس بطريقة ثانية، لأن هنا تحت الطماطم، بس هم مسمينها شكشوكة. هذا الحين بروح أتلاقف على المسبح أشوف وش لنا من لحية. هذا هو في وسط بطن الحوي مثل ما قلت لكم. المسبح موجود في الدور الأول. ومواعيد المسبح من 7 الصبح ل7 المساء. بعد كذا لا. وحاطين هنا القوانين والقواعد الواحد لازم ايش يتبعها في حال استخدام المسبح. الحين بدخل الجيم أوجوج فيه. سلمكم الله. هذا هو الجيم. هذه الآلات حقت الرياضة. كتكوت صراحة، بس في كلش، في الآلات كلها. الجيم له مدخلين، مدخل من جوا السيف في الغرف، ومدخل اللي دخلت منه اللي هو يطل على المسبح. يلا الحين بروح مركز رجال الأعمال. في طابق الأم هذا هو موجود مركز رجال الأعمال اللي يطل على اللوبي. شوفوا المدخل، شوفوا هذا الطابق الثاني يطل على المدخل. الحين بروح للمركز رجال الأعمال. أنا ملخبطة. أم للميتينج رومز، تحت هو البزنس سنتر اللي وريتكم إياه أمس. هذا الشركات لو بغت تعمل ميتينجز أو أشياء زي كذا هنا يعملوا لهم إياه. عاد في برا بس ما أدري وشو. جلسات حاطين خارجية. هذا تبع اجتماع لأحد الشركات في موجودة الحين. شكل واحدة من الغرف فيها اجتماع، عشان كذا عاملين الست الطاولة الأكل اللي فيه. بس عن طريق الدرج نقدر إن احنا ننزل من الطابق الأم على اللوبي اللي هو قبالكم هذا على طول. وبس هذه هي الجولة. هذا أمس أنا صورت لكم اللي هو اللوبي. انتوا شايفين كيف الفندق هادي يجنن، أو إني مصبحة مثل ذا الطيور. شو سكتوا يوم جيت، توجسوا مني بشركم. يلا الو.
طريقة التسجيل في الفندق مرة عجبتني. من أي مكان قاعدة في الفندق يجي يعمل لي تشيك إن، يعني بالآيباد، ما يحتاج إني أوقف قدام ريسبشن. الحين وأنا قاعدة في اللوبي جوني يعطون الآيباد ووقعت وعملت تشيك أوت، وأنا هذه قاعدتي، ما رحت لا ريسبشن ولا حاجة. هذا أحلى شيء في الموضوع. ودي أقول لكم على حاجة بعد زيادة، إن منزل يلا من فضلك في كل شيء وتحته كل شيء، يعني دبي مول جنبك، السينما جنبك، السوق جنبك، كل شيء جنبك. يا جماعة الخير، في مثل من مثال أمي المميزة تقول ما سويت سوي بك، يعني تدور الدنيا تدور. مساكم الله بالخير. الحين جاي البافليون اللي في بوليفارد محمد بن راشد، لأن عندهم اليوم برانش، زائد إنه لازم أشتغل شوية، عندي شغل. البرانش عندهم اليوم كل سبت عندهم برانش بهالشكل مثل ما انتم شايفين. سعر البرانش 99 درهم، وهذه منطقة إبداعية كرياتيف، تقدرون تمارسون فيها الأعمال ومطعم وأشياء كثيرة. هناك منطقة اللي ممكن واحد يشتغل بالكمبيوترات، يعني إذا بمكان كذا صعب يشتغل فيه. كمان في جلسات خارجية، بس الحين لأنه حر فتلاقون إنه يعني فاضي، لأنه كمان الحين ظهر، بس هو المكان دائما مزحوم لأنه حلو. حقهم غير اللي صورت لكم قبل شوي، عندهم منيو نقدر نختار منه طبقين ساخنة من هنا، أو قهوة وشاي.